مؤثران في فرنسا عن التدريبات قبل مواجهة المغرب. منتخب المغرب يتلقى دفعة قوية قبل مواجهة فرنسا. ولكن قبل بداية الفيديو شاركونا بتوقعاتكم في التعليقات عن نتيجة المغرب وفرنسا. غياب مؤثران في فرنسا عن التدريبات قبل مواجهة المغرب. غاب لاعب المنتخب الفرنسي حامل اللقب أوباميكانو وتشاوميني عن التمارين الجماعية في الدوحة قبل يومين من مباراة نصف نهائي مونديال 2022 أمام المغرب، حسب ما لاحظ صحفي وكالة فرانس بريس. واستهلت الحصة التدريبية بفترة إحماء تحت قيادة المعد البدني سيريل موين خلال فترة الربع ساعة الأولى المخصصة للصحفيين. وكان قد تعرض لاعب وسط ريال مدريد الإسباني تشاوميني لكدمة في ربلة الساق أمام إنجلترا السبت في ربع النهائي، وهو ما يفسر الاحتياطات المتخذة. وذكرت صحيفة ليكيب اليومية أن مدافع بايرن ميونخ الألماني أوباميكانو يعاني من التهاب في الحلقة، وتم فرنسا أن تتجاوز عقبة المغرب مفاجأة البطولة لتواجه الفائز بين منتخبي الأرجنتين وكرواتيا في النهائي اليوم. منتخب المغرب يتلقى دفعة قوية قبل مواجهة فرنسا. ذكرت تقارير صحفية مغربية اليوم الثلاثاء جاهزية ثنائي المنتخب المغربي نايف أكراد ونصير مزراوي من عدمها قبل مواجهة فرنسا في نصف نهائي مونديال قطر. وأشارت صحيفة المنتخب المغربية أن أكراد ومزراوي تعافيا من الإصابة التي لحقت بهم في لقاء إسبانيا بثمن النهائي وأصبحا جاهزا لمواجهة فرنسا. وكان الثنائي غابا عن مواجهة البرتغال في ربع النهائي، وشارك بدلا منهما جواد اليمياق ويحيى عطية الله في عبور المغرب التاريخي إلى نصف النهائي بعد التغلب على رفاق رونالدو بهدف نظيف. ولا يزال موقف رومان سايس قائد الفريق غامضا حول مشاركته أمام فرنسا بعد تحمله على ولعب 55 دقيقة مصابا أمام البرتغال. وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم الثلاثاء عن الطاقم التحكيمي الذي سيدير مباراة المغرب ضد فرنسا في نصف نهائي بطولة كأس العالم. أما عن موعد مباراة المغرب ضد فرنسا في كأس العالم 2022 بقطر فتقام يوم الأربعاء 14 من ديسمبر في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة على استاد البيت بمدينة الخور القطرية. الاخوان السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان، كلشي بخير. المهم دعمونا بلا لايكات ديالكم والتعاليق الزوينه وديروا ابوني، وإلا عجبكم هذا المحتوى نبقاو نديروه دائما. المهم اللي عجبو هذا المحتوى يديروا في التعليق، اللي ما عجبوش كذلك ايضا يديروا في التعليق، وحنا غادي نستمروا معكم ان شاء الله في نشر الفيديوهات المتميزه والنشيطه والمرحه على كره القدم. المهم غادي نديروا الملخصات، غادي نديروا اي حاجه اللي عجبتكم ديروها في التعليق ونديروها حنا ان شاء الله، نجيبوها ونديروها. شوفوا المنطقه ديالنا كي دايره، شوفوا مزيان المناطق الخلابه اللي عندنا حنا في الجهه ديالنا في المنطقه ديالنا. مرحبا بكم عندنا اللي بغى يزور منطقه وزان. ملي كيكون الشتاء كتكون المنطقه يعني الجو عندنا رائع رائع جدا. شوف مزيان